السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ ان شاء الله النهارده جاي لكم فيديو مختلف خالص عن الورد. الفيديو ده عن الست المصرية بقى اللي عايشة في البيت، عن الست المصرية وكفاحها. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الرقاق اللي هو الفلاحي، الطريق الحلو اللي على اصله. معايا دقيق ومعايا لبن رايب. طيب ممكن يكون لبن حليب برضو، زي اللي هو على حسب الحاجة الموجودة عندك يعني. وهحط شوية ملح عشان يبقى عيش وملح ان شاء الله، رقاق وملح بإذن الله يعني. دلوقتي احط كمية الملح اللي انا عايزاها. في ناس تحب الحاجة عادة، في ناس تحب الحاجة ملح سنة كده. طيب هنعمل ايه؟ هنلم الدقيق مع اللبن، هنخلط الدقيق باللبن نجيبه لبعضه علشان تكون معايا العجينة. طبعا انا ما بحطش اللبن كله لان ممكن اللبن يكون اكتر من الدقيق فيخليه سايل، وبالتالي افضل ازود دقيق وبعد كده يمكن يبقى جامد مني وبعد كده ازود لبن. لا، انا ازود اللبن حبه حبه بحيث ان انا اتحكم في العجينه بتاعتي. وكمان العجينه لما بتبقى طريه كمان بيطلع طري حلو، مش ناشف من الفرن. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نجمع الدقيق، نلم الدقيق معايا علشان يدخل في العجينة اللي معايا. نحن لا نعرف المستحيل. المرأة المصرية ديت ما شاء الله بتلاقيها في كل حاجة، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني. زي ما حضراتكم شايفين في حاجة اسمها احنا عندنا بالبلدي كده اللي هو نلت العجين علشان يدي معايا عصب، عشان يبقى العجين جامد شوية. مش هاجي اخبزه بص الاقيه بيقطع معايا، فانا لازم اخليه اقعد الت فيه كده واجيبه لبعضه علشان يبقى فيه عصب معايا في التبطيط. دلوقتي هنضيف السمنه برضو اللي احنا عايزينها على حسب. يعني انا دلوقتي ممكن في ناس متحبش تحب اللي هي العجينه ما يبقاش فيها ايدام ياما يعني سمنه كتير، وفي ناس بتحب الحاجه ناعمه شويه. انا على حسب ما انا حابه، وكمان على حسب العجينه اللي قدام مني يعني بالنظر كده. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نجمع او اننا نخلط العجينة بالسمن علشان العجينة تشرب السمنة اللي معايا. زي ما حضراتكم شايفين هتبنى ألم العجينة واجيب واودي فيها كده لحد ما تشرب السمنة اللي فيها، السمنة اللي انا حطيتها. ماشي. طبعا الهيفان ده بيدي عصب زي ما قلنا للعجينة بتاعتي، حتى لو هي طرية بتبقى لو هي طرية بيبقى فيها حيل كده، بتبقى ماسكة نفسها مش تقطع معايا او تتخرم مني. زي ما حضراتكم شايفين. على فكرة الفيديو ده متصور الساعة 6 الصبح. والله العظيم متصور الساعة 6 الصبح في الروقان كده ان شاء الله يعني. زي ما حضراتكم شايفين بحاول بكل يمين شمال اجمع السمنة بتاعتي. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم بارك اللهم بارك. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ما تيجي نصلي على حبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام. دلوقتي انا بقى يعني اعتبر في نهائي كأس الأمم الأوروبية، بحاول أجمع فيها اهوت في النهاية خالص اهوت علشان هنبتدي إن انا نقرص الرواية بتاعي. زي ما حضراتكم شايفين بلم العجينة بتاعتي، بلمها. وقلنا زي ما قلنا قبل كده ان العجينة ممكن اخليها طرية شوية بحيث ان هي تبقى يطلع طري معايا ويبقى طعمه حلو، طري معايا من الفرن يبقى طعمه حلو. زي ما حضراتكم شايفين طبعا بعمله كور صغنونة علشان يتخبز طبعا. عشان ايه يعني؟ عشان يتخبز. زي ما حضراتكم شايفين حاول بس مخليش الكور ديت جنب بعضها عشان ممكن يلزق معايا، وخصوصا لو انا سبته يرتاح شوية. ممكن يرتاح شويتين 3 يعني في البص تلاقيه كله دخل في بعض على حسب ظروفك والوقت اللي هو اللي بيبقى معاك. دلوقتي انا عملت العجينة بتاعتي وعملتها الكور اهو. انا بقى نفتح الخليط. يا سلام على البطاطا المشوية، يا سلام على الفرن. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله بقى شكلها جميل جدا ما شاء الله. ما شاء الله بصراحة ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله.
القعر بتاعه كده جميل ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. طبعا في ناس بتشوي البيض دي لوحدها، بس ناس بتبقى اقتصادية يعني ممكن تحط الدنيا كلها في الفرن من جوه علشان توفر الغاز طبعا والغلاء اللي احنا عايشين فيه. كل ده انت بتساعدي في بيتك، يعني بتساعدي ان انت تدبري شوية. الرقاق ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، شوف شكلها جميل ازاي ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا. تيجي تفضلوا معانا بقى زي ما حضراتكم شايفين، ادي وشه وادي قعره ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، منور بشكل جميل خالص ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. وانت بقى بتبسطيه المفروض انك بتعملي ايه؟ انك بتخليه في شكل دائري زي ما حضراتكم شايفين. حاول ان هي تكون شكلها دايرة، تاخد شكل الدايرة عشان يبقى شكلها حلو يعني. ما هو البني ادم بيشوف قبل ما بياكل، قبل ما بيشوف الحاجة قبل ما بياكلها. اللي على فكرة عشان نتكلم على القيمة الغذائية بتاعة الرقاق دوت، القيمة الغذائية بتاعته طبعا هو موجود فيه دقيق، والدقيق ده كربوهيدرات، وحطينا فيه سمنة، والسمنة دي دهون، وحطينا فيه لبن، واللبن ده بروتين. يبقى معنى كده ان الرقاق لوحده او ان هو يعتبر فيه 3 حاجات من العناصر الغذائية: بروتين وكربوهيدرات ودهون. بما اننا بقى ده المجال بتاعنا، فهو مفيد جدا بصراحة، يعني قيمته الغذائية عالية ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. دايما تخليه بشكل بيضاوي كده، دايما خلي الرقاق بشكل بيضاوي علشان تدي بشكل دائري، أنا آسفة، عشان تدي معاكي منظر يكون شكله حلو. متنسوش بقى بالله عليكم شير لايك تعليق حلو كده، تعليق حلو يعني حسسنا ان احنا بنعمل حاجة، يعني حسسنا ان احنا بنعمل حاجة او بنساهم في حاجة. الختام بقى ان شاء الله نقول ايه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونقول ايه تاني: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مكتوبة لايك وشير ودعوة بالخير. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين الجمال ما شاء الله. مع ألف سلامة.